ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة بنجهز كده لتحضيرات العيد، واول تحضيرات العيد هتكون اللحمة المعصجة او تعصيج اللحمة المفرومة، علشان طبعا هنعمل بيها الرقاق. هنعصجها كده بايه طريقة جديدة، وطريقة مميزة كده. تابعي الفيديو معايا للآخر وهتشوفي الطريقة. بس أو قبل ما نبدأ الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب، فعلي زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك منه الإشعار. ويلا بينا نشوف اللحمة بتاعتنا المعصجة هنعملها ازاي، ونبدأ بسم الله. هنا معايا هجيب حلة على النار، تكون النار معايا عالية، وبعدين احط كده معلقتين من الزيت، معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهنزل كده باللحمة المفرومة. انا هنا عصجت معايا كيلو ونص من اللحمة، ويا ريت اللحمة هنا تكون معايا حمرة، وتكون نسبة الدهون فيها مش عالية قوي، علشان كده كده لو عملتي فيها نسبة دهون هتسيح معاكي، وكده هتقلل معاكي في الميزان. هبدأ ان انا اقلب اللحمة، اشوحها كده على النار الاول لوحدها قبل ما انزل بالبصل بتاعي، لحد ما تلاقيها خرزت معايا ولونها بدأ يتغير. خرزت يعني يعني بدأت تبقى واحدة واحدة كده، او زي حبات الرمل. وطبعا هنا نار عالية وايدي على اللحمة، مش هبطل في التقليب والتشويح فيها علشان ما تلزقش معايا في الحل. شايفة لونها بدأ يتغير معايا ازاي، وبدأت ان هي تخرز زي ما انا قلتلك في الفيديو في الاول. ايدي برضو مستمرة في التقليب علشان ما تتلزقش معايا من تحت وعلشان ما تتحرقش. يا ريت كده في الاول تحطي برضو معلقة من الفلفل الاسود، وحب عود من ورق اللورا، علشان انا عملت الخطوة دي بس نسيت، يعني ما صورتهاش. اللحمة هنا بدأت تلون معايا ازاي اهي، بدأت تخرز زي ما قلت لك اهي، بتبقى مرمله معاكي كده وبتفرفط معاكي وانتي بتقلبيها. هنا بقى انزل معايا كمان بكيلو ونص من البصل مفروم، انزل عليه كده انزل على اللحمه بالبصل بتاعي، وابدا ان انا اقلب بقى واشوح معاه. برضو النار بتاعتي عاليه ومستمره في التقليب، مش بسيبها واروح هنا او هنا، علشان برضو ما تتلزقش مني وما تتحرقش معايا. طبعا انت هتعملي كميه اللحمه دي علشان العيد تحضريها للرقاق او غير الرقاق، للمكرونه او للبطاطس المحشيه. هتحتفظي بيها كده في اكياس وتبقى جاهزه عندك في اي وقت تطلعي منها. لو محتاجه كده معاكي معلقه من السمنه البلدي انزلي بيها عادي، مش مشكله. هحط كده معلقه من الفلفل الاسود الكبيره، وهحط عليها كمان معلقه من بهارات اللحمه او البهارات السبع، اي حاجة مضافة عندك، ومعلقة من الملح. وهنا بقى مش هزود اي بهارات تانية كتير علشان ما تشيلش يعني ريحة اللحمة الاساسية معايا. قبل كده السوا ب10 دقايق هنزل عليها ببصلايه اسمها عفوا انا اسفه، حبيتين من الطماطم، واكون بشراهم مش معصورين، واقلب فيهم بقى كده، وافضل اقلب فيهم في اللحمه بتاعتي لحد ما الاقي ان الطماطميه اثرها راح، واللحمه مش فيها اي سوائل، وبتعمل صوت كده، صوت ان هي خلاص استوت. ابدا ان انا انزلها من على النار، واسيبها بقى كده لحد ما تبرد معايا. هي كده بقى بردت، هبدا ان انا احضر الاكياس بتاعتي اللي انا هحط فيها اللحمه، او اطباق الفوم. انا بقى هنا مش هعملها النهارده في اكياس، هحطها في اطباق فوم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهحط برضو على الطبق كده كيس علشان برضو يبقى صحي كفايه. ما ينفعش ان انا احط اللحمه منها لطبق الفوم على طول، علشان ده مضر جدا بالصحه. حط بقى الكميه اللي مناسباني، سواء انت هتعملي بها هتحطي بقى في الطبق كده ربع كيلو او نص كيلو حسب الكميه اللي انت هتطلعيها لكل اكله. حطها بقى بالشكل ده، وهبدا ان انا اخلص الكميه بتاعتي كلها في الاطباق. ولو حابه ان انت هتحطيها في اكياس برضو مفيش اي مانع، هتحطي برضو الكميه اللي تناسبك على قد اكله واحده بس مش اكتر. خلصت انا هنا الكميه بتاعتي، عملت لي كميه كبيره جدا، كيلو ونص من اللحمه المفرومه معاها كيلو ونص من البصل، عملت لي كميه لحمه كبيره جدا.
انا بقى قسمتهم كده في اطباق، عملت اطباق كبيره واطباق صغيره علشان ايه، حسب كل اكله برضو ما هستخدمها فيها. عملت كل الكميه كده في الاطباق، بعدين ابدا ان انا ايه اغطيها بالاكياس من فوق علشان اغلفها بالاسترتش الغذائي بعدين، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. علشان لما تيجي تغلفيها بالكيس الاسترتش ما تتقلبش منك. ابدا بقى ان انا اجيب الكيس بالشكل ده، الكيس الاسترتش الغذائي، واغلفها كويس جدا، وراعي ان ما تكونش فيها هواء او انها ايه ما تتقلبش منك وانتي حطاها في الفريزر. اغلفها كويس جدا علشان كمان لما تحطيها في الفريزر ما تديهاش فرصه انها تاخد من روايح اي اكل موجود في الفريزر معاكي. هخلص بقى كل الكميه بتاعتي بالشكل ده، وهبدا ان انا ايه اغلفها واحطها كده واجمعها. خلصت كل الكميه، طلعت معايا بالشكل ده، وطلعت معايا كميه كبيره جدا من اللحمه، وكده انسب لي كمان من الاكياس، وتبداي ان انت تحطيهم في الفريزر بطريقه منظمه، وتقدري ايه كده تبقى جاهزه للاستعمال معاكي في اي وقت. وده كان تعصيجنا للحمه وتحضيرنا لاول تحضيرات العيد الاضحى او العيد الكبير. كل